تلقى الفنان أحمد فهمي انتقادات واسعة خلال الساعات القليلة الماضية من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ما سخر من نبرة صوت زوجته الفنانة هنا الزاهد في فيلم مستر إكس، مشبها إياها بشبه علي الشريف. ونالت تصريحات أحمد فهمي عن زوجته هنا الزاهد غضبا وانتقادات شديدة واسعة من الجمهور، وجت تعليقات البعض كالتالي: ايه المضحك انك تتريق على مراتك؟ حد يتكلم كده على مراته قدام الناس؟ فنانة راقية وجميلة، حقيقي خسارة. بينما كتب ناس تانية: في حد يقول على مراته كده حتى لو هزار؟ التنمر ما هو إلا هزار. هزار أبعاده النفسية والصحية خطيرة، لو الست مش هتستمد ثقتها في نفسها من جوزها يبقى على الله السلام. وقد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي شائعات وأنباء حول انفصال الثنائي الفنانة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، خاصة بعد ورود أنباء تفيد بوجود العديد من المشاكل العائلية بينهم أدت لانفصالهم بشكل ودي وسري دون إظهار ذلك للإعلام. ونقل موقع الكلام عن إحدى الصفحات المختصة بأخبار المشاهير والفن بأن الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي اتفقوا على أنهم يحافظوا على الأمر بشكل سري بعيد عن السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة. وأوضح المصدر إن سبب انفصال الثنائي الزاهد وفهمي بيعود لخلافات عائلية، إلا إنهم اختاروا إنهم يخفوا الأمر سبب ارتباطهم بالدعاية لفيلمهم، في حين لم يرد أي من الفنانين على الأخبار المتداولة، خصوصا إنهم نفوا شائعات انفصالهم قبل كده في عدة لقاءات صحفية وإعلامية مختلفة. وكانت قد تحدثت الفنانة هنا الزاهد خلال لقاء متلفز لها في دبي عن حياتها الفنية والخاصة، وردت على شائعات طلاقها وسبب عدم إنجابها لحد دلوقتي. ونفت هنا الزاهد شائعات طلاقها من أحمد فهمي اللي اترددت خلال الفترة الماضية، وعلقت وقالت لو في أي حاجة بتحصل الناس كلها هتعرفها. وعن سبب عدم الإنجاب حتى الآن قالت هنا الزاهد: إحنا سايبين على ربنا والفترة دي إحنا مشغولين. وعن تعليق الفنان كريم فهمي على أزمة زوجته دانيا والفنانة هنا الزاهد زوجة شقيقه أحمد فهمي، كتب كريم فهمي عبر حسابه بفيسبوك: احنا رجعنا من برا مصر في العيد، لقينا في جروب تبع حد بيكتب كلام على مراتي كذب وافتراء. طول عمر مراتي ملهاش علاقة بالوسط الفني ولا بالمشاكل، وحتى علاقتنا الأسرية كلها السابقة كلها احترام من جميع الأطراف. مجانين السوشيال ميديا ومجانين شراء الفولورز دخلونا فيها، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا آسف إني برد، أرجو محدش له دعوة بينا وخلينا في حالنا زي ما احنا طول عمرنا، ومتدخلوناش في مشاكل ملناش دعوة بيها، ونبقى كبش فدا مع احترام الجميع. بس كفاية عبس، أنا ما كنتش ناوي أرد عشان عيب، بس كفاية كده. أتمنى تكون الرسالة وصلت. وبكده تكون انتهت فقرتنا. لو عجبتك القناة ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.